وانا حتى انا اول واحد ساكون منتظركم في المطار ان شاء الله، واستقبلكم ان شاء الله، ساكون انا في انتظاركم. اتمنى الاخوه في المغرب اذا تريدون متطوعين، انا مستعد ان اتطوع في الاستقبال، استقبلهم انا واكون اصور لي هذا المشاهد عشان بعدين اجي اعمل لايفات بشكل احترافي. ايوه طريق صحيح. شوف والله غير نضيف كلمه واحده ونمشي للسؤال تاعك. انا ما نمشيش في الشكليات على كل حال، حتى هو مهم التراث الجزائري والزليج وتراثنا من الراي من الشعر ملحون لكذا كذا كذا، هو مهم. وكما قال لك اليوم جزائريين زايد في فرنسا، عايش في فرنسا، باباه زايد في فرنسا، ويقول لك تحيا الجزائر وان تو تري فيفا الجيري. هذه سي دون لو سون، هذه سي جينيتيك. كل الناس هكذا يا اخي. المغاربه افضل منك في هذا الجانب، المغاربه متمسكون ومرتبطون بارضهم اكثر منك. المغاربه يعني مرتبطون بالمغرب اكثر منك 1000 مره، ويزورون المغرب 1000 مره، ومرتبطون بامهاتهم واسرهم اكثر منك، وبيقولوا عاشت الملك وعاشت المملكه المغربيه، ويصيفطوا فلوس ومرتبطين وعندهم فلل وعندهم ايش الانجاز؟ ايش الانجاز؟ انه الجزائريين مولودين في فرنسا، في عند ماما فرنسا، وبيقولوا 1 2 3 في الجيري. اخي ما انت ما اكثر. انا عملت مره لايف طلعوا انهم لا يزوروا الجزائر ولا يزوروها ولا حاجه، ولا متصلين ولا حاجه، ولا يحولوا والو، لانه ما بتشتغلوش اصلا، ما بتخدموش في فرنسا عشان ترسلوا فلوس. ايوه بعدين انت عامل فيها عقلاني يا اخي، خليك مثل هذاك كذا مهرج شوشع. هذه مانيش عارف. عندنا جزائريين خارج الوطن، انا عشت 20 سنه. الروايه الوطنيه بقاطع. شوفوا بس اسلوب المقاطعه، اقسم لكم بالله لو هذا عندي في اللايف انزلها واقول له سد المايك، سد المايك، هذا لو يطلع عندي في اللايف والله انزله مذلولا مخذولا. بقاطع من اول هو يقاطع، وانا ارتب المقطع واسجله وقص اعمله. يعني كنت ماذا الغبي هذا؟ لماذا يقاطع هكذا؟ مسكين هذا ابو بدله بيضاء وعامل نفسه عقلاني هكذا، بس هذاك شوشع ما ترك يتكلم. ايوه وصلتهم الروايه الوطنيه تاعنا. سي جمال انا عشت 20 سنه خارج البلد، والله ما فيك يا اخي عشت خارج البلد ولا داخل البلد، خلينا في المهم. والله انا كنت نحب الجزائر اكثر من اللي موجود فيها اليوم هنا. خارج الوطن اولادي ولا انا، ولا لما تكون خارج بلدك عندك هذيك لابارتونونس نتاعك، عندك هذيك تعرف باللي هذا نيباني ونيجيري ما سي نيباني ونيجيري. عندي ثاني ما زادوش في الجزائر، ولكن حبي للجزائر كان اكثر ممكن. حبي لها رغم الظروف القاسيه، رغم المحن، حبي لها امي سقتني في وسط اللبن. يا اخي انت الوطنيه حقك على اساس انت ما تحب الا انت وطنك. يا اخي حتى الفئران تحب، لولا حب الاوطان والله ما يبقى ثار. كل الناس يحبوا يا اخي، قاعد 1 2 3 في الجيري وبغي شغلتونا يا اخي، ولا عندكم الا انتم وطن، وكل الناس وطن. انا عشت 20 سنه، انا 23 سنه في بريطانيا، وش انا يمني من راسي الى اخمص قدمي. ايش الانجاز اللي عندك؟ ايوه توقعوا. نرجع لابراهيم، البلد اللي ما قدرش يبني شوف هذا دليل على انهم لن يشاركوا. هو الآن يتكلم قبل قليل ساعة وهم يتكلموا على الخطط وبأي خطة سيلعبون وكيف سيدخلون بنفسيات وأن الرد سيكون في الملعب، وبعد 5 دقائق يقول لك أي بلد هذا الذي ما عندوش ملاعب. وهذا الفيفا أنا مستغرب من هذا الفيفا. أكيد الكولسة. إلى أي حد وصلت الكولسة؟ لدرجة النفوذ يخجع، والمغاربة استطاعوا أن يقنعوا الفيفا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأن المغرب تحتضن بطولة أفريقية تكون ربما بعد كأس العالم مباشرة من حيث الأهمية، وما عندهمش ملاعب. يا مثبت العقل والدين، لا اله الا الله، سبحانك يا رب. وانا شفت الملاعب ما شاء الله، في ملاعب تم انجازها وفي ملاعب ما زالت تنجز والامور طيبه. يا اخي هؤلاء كيف يفكرون؟ احنا يجي يقول لك هذا، يقول لك ويقول احنا بلد متقدمه، احنا عندنا كذا كذا. كل مره سي دي ريبور لا كوب دافريك هذه عندها 6 سنوات ولا 7 سنوات هي الدور عند المغرب. الناس هذوما مش جاهزين ويمشي مش مجهزين، ويدور عند المغرب هم جاهزين، ولا عندهم والو، والفيفا ما فاهم، والرعاة الرسميين مش فاهمين، ولا بي ان سبورت القطريه فاهمه، ولا الاتحاد الافريقي لكره القدم فاهم، والعالم كله لا يرى ولا يسمع، والمغاربه ما عندهمش ملاعب، وما ادري فين بيلعبوكم في الهواء، ولا بيلعبوكم في الصحراء المغربيه، ولا فين بيلعبوك يا اخي في تنغير ولا في وجده، ام بيلعبوا يا الحين كيف يقنع هذا الادمي انه في ملاعب في المغرب؟ قولوا لي واحد في راسه فسفسه، واحد يؤمن بالفسفسه والهلوسه والوسوسه، كيف تقنعه؟ بالله عليكم الان هل يدور النقاش الان انه في المغرب ملاعب ولا ما فيش ملاعب؟ هل ستكون المغرب جاهزه ام لن تكون جاهزه؟ هل هذا ممكن ان يكون محل نقاش؟ اخي اعراض المرض خطيره، اعراض المرض خطيره، بدات بالكولسه ثم بدات بالوسوسه ثم تطورت الى الهلوسه، والان احنا في الفسفسه يا جماعه، الحقوهم قبل ما يرتكبوا طرمسه، لا ندخل في الطلمسه والبسبسه ويجي ماكرون يبوست ماكرو كبون. الحقوهم من منظومه الفسفسه والتعوسه والخروسه والفسفسه، هذول وصل بهم الحال مواصيل وينكر ان هناك ستكون ملاعب، فاين سيلعبون؟ كيف ما فيش ملاعب يا اخي؟ وقلنا الناس عملوا القرعه والعالم كلها شهد. معقول المغرب الى هذه الدرجه بتدخل لك هكذا وهي مش ضامنه ان الملاعب ستكون في الاستعداد في الوقت المناسب؟ لا اله الا الله يا اخي. الحين ما رايكم افتح لايف بعد هذا اللايف، هل الملعب جاهزه ولا لا؟ وما يجيبلكش بلومي وما يجيبش مجار وما يجيبش دحلب وما يجيبش عصاد ويلعب بخارطه وهميه في المنافسات. هذه كما نقولوا تاع طفيليات ماهيش نتاع ناس مسؤولين.
لا اله الا الله، طفيليات ولا فسفسه احسن. على الجانب الفني كما قال، شوف الجزائر ابار 1986 اللي لا ريبريزونتاتيفيتي نتاع التمثيل الجزائري في القاهره في لاكوب دافريك خرجنا من الدور الاول. من غير هذا كل مره تلعبت لاكوب دافريك حتى في 68 اللي تلعبت لاكوب دافريك في شمال افريقيا اقل شيء نمشوا للربع نهائي، يعني اقل شيء. انا صراحه لما تسمعهم يتكلموا على حاجه ستكون في المغرب، سبحان الله، وما من يعني في بيت شعري هكذا، ان الانسان مهما حاول ان يخفي خليقته وان رامها تخفى على الناس تعلمي. الجلسه اللي جلسوا هذا الحصه اللي عملوها فيها تناقضات مضحكه جدا. مره يقول لك سنلعب بقوتنا ومنتخبنا، وبعدين يقول لك ما فيش ملاعب. اين سيلعب؟ ما نعرف، والله ما نعرف اين سيلعب. لذلك نقول لكم هذه الخربطات تدل على انهم لن يذهبوا ولن يشاركوا، واذا شاركوا اقسم بالله انهم سيمنون بهزائم ساحقه، رغم انهم منتخبهم قوي نوعا ما، لا باس، عندهم منتخب نوعا ما قوي، لكن سيدخل بنفسيه شوشعيه تندوفيه. النيف والمغرب سيدخلوا بهذا النفسيه، سينهزموا لا محاله. ايوه لا اكيد شوف عيشوا خاصه في المغرب، ايوه خاصه في المغرب، هو المهم المغرب. ايوه لما نتكلموا احنا الانسان لما يكون جاهز ويركز في لما تكونوا جاهزين وركزوا تعالوا كلموني يا مغاربه. الفوتبول عندنا اللاعب يخاف، ما كانش لاعب الخوف. ايوه خلونا نشوف منظومه الخوف التبونيه. يقول لك لازم اللاعب يخاف، وهذا هو الكلام الذي انا ساقول لكم اياه. يعني العامل النفسي وما عرف يترجمها، ما عرف يفسرها، بس يقول لك الخوف لازم اللاعب يخاف. ليش؟ ما ادري. شوفوا اسمعوا الفلسفه التبونيه. تخافش، ما كاينش كيف ما تخافش، الكل خاف لما نجي نلعبوا، ولكن كاين خوف اللي يخلي الانسان ينهار، وكاين خوف اللي يخلي الانسان اذا كان يمشي 100 يمشي ولا يمشي 200 ابو سونولار انت خايف، انت كل الخوف موجود عندك.